معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. مساء الفل عليك. عيسى سين النهارده الحكم السنغالي، شفت أداؤه ازاي في الملعب النهارده هو وطاقم تحكيمه؟ بص يا كريم، النهارده الكلام اختلف شويه عن الحكم النهارده عن حكم امبارح. في اداء جيد الحكم. ممكن نتكلم على لقطه تحكيميه مش واضحه لنا في المباراه، يعني في اخطاء عنده، اخطاء موجوده في اللقطه التحكيميه في الدقيقه 84 مش واضحه لنا لان في اعاده كانت لقطه نهضه بركان داخل منطقه جزاء الزمالك. فبالتالي اللي هنتكلم على الاحداث واللقطات، لكن بكلمك عن مجمل الاداء النهارده. حكم الى حد ما مقنع، انذاراته حاضره في الوقت المناسب، تحركاته مميزه، حكم صغير صاعد واعد مرشح لكاس العالم، عمل مباراه تحكيميه الى حد ما جيده النهارده، يعني مقنع للجميع. عنده اخطاء موجوده، مفيش حكم ما عندوش اخطاء، لكن في الاخر بنتكلم ان النهارده التحكيم كان جيد في المباراه. نهضة بركان كانوا بيتكلموا كتير عن ضربة جزاء ليهم في الشوط الثاني، واحنا مش يعني ما حدش قدر يشوفها كويس على الشاشه عشان ما اتعرضتش اكتر من مره. شفتها من اللقطه الوحيده ازاي يا كابتن جهاد؟ بص، في 84 اللقطه اللي كان هي في 84 بنتكلم ان في حصل مع لاعب نهضة بركان مدافع الزمالك. هي اللقطه جت مره واحده، ما جتش لها اعاده. صوره ما تقدرش يعني تجزم، يعني الصوره اللي انا جبت يعني الصوره اللي قدامنا ديت ما تقدرش لما حصل الاحتكاك تجزم انها ركله جزاء او تنفي انها ركله جزاء. وبالتالي احنا بنتكلم على قرار اللقطه التحكيميه شفناها مره واحده، ما نقدرش من اللقطه دي ناكد انها ركله جزاء او لا. وجود الحكم في مكان ممتاز اللي هو على قسم ركله الجزاء وقريب من الكوره يعني يخلينا نروح ان هو الاقرب للقرار، يعني مش متاكدين من قراره. لكن في الاخر ما دام ما عندناش صوره واضحه كريم نمشي مع قرار الحكم وصفاته. يعني بص هو في حاجتين. اولا الحكم زي ما انت قلت قريب جدا، فوارد انه يكون شاف الكره بشكل صحيح واحتسب قراره ان ما فيهاش ضربه جزاء، وبالتاكيد الفار كان عنده اكتر من اعاده والفار لم يستدعيه، وبالتالي الفار تاكد ايضا انها مش ضربه جزاء. ده عشان هو احنا الفار اكيد عنده اعادات اكتر من اللي احنا شفناها، لكن بكلمك على اللقطه اللي احنا شفناها في التلفزيون، النقله بتاعنا التلفزيوني، اللقطه ما اتعادتش. اللقطه بالنسبه لنا لا يمكن تثبت اللقطه دي انها ركله جزاء ولا يمكن تنفي انها ركله جزاء. احنا شكينا على فكره، كلنا شكينا طبعا، لكن اللقطه اللي قدامنا ما نقدرش، لكن وجود الحكم في المكان ده يخليك تميل ان قرار الحكم هو قرار صحيح. وبعدين الفار لما راجع باللقطات اللي عنده اكيد بالقرار الفار متفق مع قرار الحكم. عارف انا بقول لك كده ليه؟ بقول لك عشان طبيعي طرف نهضة بركان هيقولوا ضربه جزاء، طرف الزمالك هيقول لك لا مش ضربه جزاء، وهو الواقع بيقول انه اكيد مش باينه من اعاده واحده، واللي هيثبت ده ويأكد ده الفار اللي بقى عنده اكتر من اعاده ومشي مع قرار الحكم ان ما فيهاش ضربه جزاء، وبالتالي احنا كمان ماشيين مع القرارات دي. يعني ما ينفعش يبقى الحكم قريب والفار كمان ما ندهش وتبقى برضه ضربه جزاء. ده على انت برضه يا كريم ما عندكش الصوره اللي تقول متفقين. انا بقول خلاص ده احنا ما شفناش ومش متاكدين بالظبط، فكده يبقى احنا هنمشي مع قرار الحكم والفار بما ان الاثنين اتفقوا كمان، يعني ما كانش في اختلاف بينهم الاثنين يعني. طيب كابتن جهاد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله كالعاده مميزه وفيها المفيد.